موضوع الكاميرات ده والناس تصور بالموبايل ولا تصور بالكاميرات، انا فوجئت واحد صاحبي بيعمل محتوى وبيصور كل يوم فيديوهات اللي هي شبه الفيديوهات السينمائيه واللي هي التمثيل وكده، وبيصور بالموبايل. انت ايه رايك، ينفع التصوير بالموبايل؟ طبعا ينفع عادي، وممكن النهارده في تقنيات حديثه في الموبايلات وفي ابلكيشن ممكن تصور بيها عادي، وبنوصل لحد 4K كمان، وممكن بتمنتج كمان على الموبايل على طول، او بننزل ناخد الداتا دي نحطها على الكمبيوتر وتمنتج عادي على البرامج المتاحه ان انت ممكن تقدر تمنتج بيها. بس الواحد متعود ان عشان التصوير يطلع حلو لازم تبقى كاميرا كبيره كده وحجم وشكل، والمصور يبقى مش عارف يمسكها ازاي. بص، انت الناس دلوقتي بقت محتاجه، احنا يعني بحس احنا دلوقتي بقينا في عصر السرعه شويه. انت بتيجي عليك اوقات انت محتاج تصور فيديو، حسيت ان في كلام جواك عايز تطلعه، فانت هتطلعه ازاي؟ فانت بتبقى على طول مش لسه بقى تجيب الكاميرا والمعدات والشغل، لا، انت يلا نحط الكاميرا ويلا نطلع بيها لايف، او نطلع نسجل بيها فيديو ونعمل بيها شغل حلو ونعمل بيها احلى حاجه. بس انت بتصور بالموبايل؟ يعني انت في شغلك بتصور بالموبايل؟ كتير. دي مفاجاه، يعني الصور بالجوده دي بتطلعها بالموبايل؟ كتير. انا على فكره في دلوقتي موبايلات بيبقى بينزل معاها كمان عدسات، وبينزل معاها حاجات فخمه جدا، وفي شركات كمان دلوقتي بتعمل مشاركه جدا مع الشركات بتاعت الموبايل، وبتقدم بيها عدسات حلوه يعني. وفي دلوقتي في يعني مش عايزين نقول برضو اسم الشركه وحاجات زي كده عشان الاعلانات، في شوفنا كده عادي يعني. في حاجات للموبايل بتبقى بتمنع الاهتزاز، وبتتصور بيها ريل، وبتتصور بيها يعني تعمل بيها حاجات زي حاجات قصيره كده، نقول افلام قصيره وحاجات زي كده. انا معلومات جديده ديت، انا كنت فاكر عشان تطلع جوده لازم كاميرا، ولازم كاميرا كبيره، ولازم كاميرا غاليه. انت عارف الكاميرات دلوقتي سعرها 40 و50 الف. لا اكتر، مفيش حاجات دي دلوقتي. مفيش 50 الف؟ لا مفيش حاجات دي دلوقتي، ده العدسات هي اللي بالارقام دي. امال الكاميرا دلوقتي تطلع سعرها كام؟ لا فوق بقى، يعني ممكن من اول حاجه كويسه حاجه كويسه، حاجه في المتوسط كده. ممكن من اول 70 80 الف كاميرا. امال العربيه بكام؟ لا العربيه شويه. على فكره مش شرط ان انا يعني اجيب كاميرا بالمبلغ ال 100 وال 200 وانا تنقصني الموهبه او الاخراج الفكره. انا ممكن بالتليفون، لو انا معايا تليفون كويس وعيني حلوه وعندي الموهبه دي، اطلع بيها شغل حلو. طب هسألك سؤال اخير بقى عشان نقفل الفيديو ده، المصور بكاميراته ولا بموهبته؟ لا بموهبته. ما انت ممكن تبقى معاك عربيه اعلى عربيه بس انت ما بتعرفش تسوق، يبقى انت هتقعد جواها هتقعد تتفرج عليها وتبقى انت فرحان بيها، بس انت مش عارف تاخد بيها الخطوه، او انت عارف تتحرك بيها، او مش عارف تطلع امكانياتها. نفس القصه، انت معاك كاميرا عاليه جدا ومعاك عدسات حلوه، بس انت مش عارف تستخدم العدسه دي ازاي، ولا تاخد الكادر ده ازاي، ولا تطلع الصوره حلوه ازاي. اهم حاجه الموهبه اكتر من الموهبه حلوه، ومع التمرينات بقى والكلام من ده، وحته الموهبه فيك هتطلع احلى شغل وهتعمل صور حلوه باذن الله. طب الموهبه بتتعلم يعني، ولا لازم حاجه بتبقى حاجه من عند ربنا؟ يعني التصوير بيتعلم ولا لازم يبقى هو مولود بيصور؟ لا بص، هو اقول لك على حاجه، انا مثلا عندي ميل اكتر وموهبه في الرسم، يبقى انا هتجي للرسم مش هروح للتصوير. نفس القصه، كل واحد على حسب الموهبه اللي عنده، اللي انت موهوب فيها هتروح له وهتنمي الموهبه دي فيها وهتتعلمها وتعمل بيها شغل حلو. صح؟ تمام، كلام مقنع. استنونا بقى في فيديوهات قصيره كده، واللي محتاج اي حاجه يحط لنا في الكومنت، واحنا جاهزين ليكم لاي رد، واللي محتاج اي حاجه احنا تحت امره. اللي اي حاجه في التصوير يسال احمد. انا تحت امره، اي حاجه حد عايز يتعلم اي حاجه احنا تحت امره. شكرا.